ما هي الخلطة السرية التي حدثت بين الشوطين حتى استطاع الهلال أن يعدل النتيجة ومن ثم يحقق الانتصار في مستهل الدوري؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير واخوان المشاهدين بخير. في البدايه احنا نحب نبارك للقناه الرياضيه نقلها للدوري السعودي حصريا. اتمنى لكم ان شاء الله يعني موسم ناجح باذن الله. الحمد لله يعني حققنا 3 نقاط مهمه صراحه. تعرف اول مباراه وخارج ارضك ومع فريق يعني صاعد. تعرف دائما الفرق اللي تصعد بيكون تجيك يعني تفاجئك ما تعرف ايش امكانياتها. والحمد لله اليوم يعني خاصه في المباراه كامله يعني تملكنا المباراه. غلطه واحده جاء فينا الجول، الحمد لله قدرنا نستغل فرصتين من 7 8 فرص. أسامة، هذه الغلطة اللي تحدث عنها هي غلطة دفاعية، يخشى الجمهور الهلالي أن يكون هذا الخطأ متكررا هذا الموسم ثم يكلف عدد من النتائج. شوف في كل مكان يعني احنا السؤال هذا يعني كل مباراه وكل هذا الكره اخطاء يا اخي. احنا غلطنا وسجلوا وهم غلطوا وسجلوا. اي مباراه ارجع لازم في خطا دفاعي يعني مستحيل انك ما تخطا، بس مين يستغل الفرص. الكويس اللي يحاول يقلل اخطائه في المباراه الواحده. ما تقدر تقول مباراه بدون اخطاء سواء الدفاع او الوسط او الهجوم، بس المشكله انه المدافع غلطته بجول والحارس غلطته بجول، فهذه هي المشكله يعني. ان شاء الله كاول مباراه بنشوف اخطاء نحاول نعدلها باذن الله في كل مباراه يعني نطمن الجمهور. كابتن، سؤالي الاخير ما يطرح في وسائل الاعلام اسامه هوساوي، تجديد عقد اسامه هوساوي. اعرف انك انت لا ترغب في الحديث لكن على الاقل هو يطرح في وسائل الاعلام، ومن الغباء لا يطرح مثل هذا السؤال اسامه. لعل المستجد ما طرح في الصحافه اليوم انك انت قررت التوقيع الهلال وشرط ان يكون اي عرض اوروبي ان يتم السماح لك بالانتقال. هل هذا الامر صحيح اولا؟ اول شيء يعني ما شاء الله الصيف كان كله مؤدد اسمه لاسامه هوساوي. تعرف ما في صيف ما في لا موسم ولا شيء يعني. ودوني كل الانديه، ودوني النصر، ودوني الاتحاد، ودوني الاهلي، ودوني الشباب يعني كل الانديه. والكل يعني قاعد يعني يتكلم ويقول الكلام اللي او الراي اللي هو شايفه افضل له. يمكن برضه الكثير يمكن هاجم اسامه هوساوي والكثير يعني يحاول انه يقرر مصير اسامه هوساوي. انا احب يعني اقول له واقول للجمهور الهلالي انا لسه باقي لي نهايه الموسم. ما صار اي شيء يعني. كل اللي قاعد يطلع كلام غير صحيح. حتجلس مع الامير عبد الرحمن؟ اكيد يعني نجلس ان شاء الله مع الامير عبد الرحمن. اللي صار كله يعني كلام وصعب اني كل شويه بطلع اتكلم. صعب انك يعني تفهم الجمهور ايش بيصير ايش ما يصير. ما حصل اي شيء لسه يعني. كان انا عندي طموح مثلا للاحتراف الخارجي فقط لا اكثر. بنوصل لصيغه انه بحيث يعني اقدر اني اطلع احتراف الخارجي بدعم ايضا من اداره نادي الهلال لا اكثر ولا شيء. اما غير كذا كل الكلام اللي طلع يعني غير صحيح او طلع على لسان غير صحيح. شكرا كابتن. عفوا. شكرا الكابتن اسامه هوساوي. تحول الى زميلي فيصل ملوقي. فيصل تفضل.